انت متأكد ان البنك الاسلامي اللي بتتعامل معاه مش بيشتغل زي البنك العادي؟ في ناس بتقول ان الفرق مجرد اسم، وفي ناس شايفة ان الفرق كبير جدا. تعالوا نشوف الحقيقة. اولا، الفرق الجوهري ما بين البنوك الاسلامية والتقليدية. البنك التقليدي بيكسب فلوسه عن طريق اقراض المال بالفايدة، وده بيعتبر ربا محرم شرعا. البنك الاسلامي بيكسب فلوسه عن طريق الاستثمار المباشر في المشاريع الحلال، وبيشارك العميل في الربح وفي الخسارة. ثانيا، انواع المعاملات في البنوك الاسلاميه. اولا، المرابحه اللي البنك فيها بيشتري لك المنتج اللي انت محتاجه ويبيعه لك بربح ثابت متفق عليه. او المضاربه اللي البنك فيها بيستثمر فلوسك في مشاريع، ولو كسب تاخد نسبه من الربح، ولو خسرت تتحمل الخساره مع البنك. او المشاركه اللي البنك بيدخل معاك شريك في مشروع معين، والربح والخساره بتتقسم حسب الاتفاق. او عقد الاجاره اللي البنك بيشتري العقار او السياره وبيأجرها ليك لفتره معينه وبعدها تقدر تتملكها. ثالثا، هل البنوك الإسلامية فعلا بدون ربا؟ بعض البنوك الإسلامية بتلتزم فعليا بالشريعة، بس في بنوك بتستخدم أساليب التفافية، وده اللي بيخلي الناس تشكك فيها. قبل ما تتعامل مع أي بنك اتأكد إنه متوافق مع معايير الأيوفي أو المعيار الشرعي الأهم عالميا. لو عايز دليل شامل عن كيفية اختيار البنك الإسلامي الصحيح، اكتب كلمة بنك إسلامي في الكومنتس وهبعت لك الملف فورا. وما تنساش تتابعني عشان توصلك أقوى الحقائق عن التمويل الإسلامي والاستثمار الحلال.